وطني وحياتك وحياة المحامي شوفني عمرك مرضك بقلبي وطني وحياتك وحياة المحامي شوفني عمرك مرضك بقلبي يا اليوم الجمعة كان في هناك أكثر من فعالية. الفعالية الأولى هي كانت عبارة عن لقاء شعري ما بين مجموعة من الشعراء الشباب، معاذ القيمري، رانيا خليل ومروة سيوري. وكمان شوي راح يكون الساعة 6 راح يكون في كمان عرض لفرقة دوم كتقديم جزء من التراث العربي والتراث الأغاني العربية التراثية الفلسطينية الملتزمة تحديدا. الفعالية بكرة راح تكون هي أكثر مهداة للأسرة. راح يكون في هناك افتتاح عمل فني من الفنان أمجد غنام اللي بتحدث عن تجربة وليد دقة اللي هو واحد من أقدم الأسرى الفلسطينيين من الداخل. إضافة لذلك راح يكون في هناك لقاء مفتوح مع بعض الأسرى المحررين ضمن صفقة الأحرار.